مساء الخير على كل اصحابي وحبايبي اللي معايا في القناة، وحشتوني كتير قوي. النهاردة جايه لكم بقى بوصفة جديدة، هنعمل مع بعض كيكة صيامي بطريقة سهلة وبسيطة وهتبقى ناجحة قوي معاكم. يلا بينا نقول المقادير مع بعض، بس ما تنسوش دعم منكم حلو، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا. اول حاجة معايا كوبايتين ونص دقيق منخولين كويس، نص كوباية من الكاكاو الخام، نص كوباية من الزيت، كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من السفن الأب أو المية أو حليب جوز الهند. لو هتعمليه فطاري يبقى كوباية ونص حليب. تمام. ومعايا ربع معلقة صغيرة بيكربوناتو، وكيس كيك شيف، وكيس من الفانيليا. اول حاجة عملت ايه، هنخل الكاكاو كده على الدقيق، هنخله كويس. نص كوباية الكاكاو الخام، او مش عندك الكاكاو الخام ممكن تجيب اللي هو العلب اللي هي الكاكاو الجاهزة تحطي منها. كده نخلت الكاكاو على الدقيق، هحط عليه ذرة من الملح، واحط عليه ربع المعلقة الصغيرة البيكربوناتو، واحط عليه كيس الكيك شيف، ذرة الملح، واحط عليه كيس الكيك الشيف. كيك الشيف ده حلو خالص قوي للكيكة، وهقلبهم مع بعض. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش بقى لايك علشان انتوا ايه بتبخلوا عليا قوي في اللايك. عايزه اقول لكم بجد بامانه ربنا الكيكه روعه 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 وهشه، ما تقوليش عليها بجد ان هي صيامي، وكانت عاليه وجميله خالص. جبت بقى هعمل كل السوائل في الخلاط. جبت معايا كوبايه ونص من السكر، ونص كوبايه الزيت، وكيس الفانيليا. لو عندك فانيليا سايله ممكن تحطي نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره لو سايله الفانيليا. ومعايا معلقه صغيره او معلقه كبيره خل، انا حطيت معلقه كبيره من الخل علشان الخل هتبقى مادة رفع معايا برضو. ومعايا كوباية ونص من السيفن اب. بصوا بقى الفوران اللي هيحصل بقى في الخلاط اول ما احط على الخل والسيفن الاب، هيحصل فوران. بصوا فوران بقى حصل ازاي، شايفين الفوران؟ اهي نص كوباية. وهضرب كل ده في الخلاط كويس، وبعد كده هنخل الدقيق معايا نخلتين تاني، بس ما جبتش اللقطة ديت، نخلت الدقيق تاني مرتين كويس علشان يخش فيه الهواء، علشان لما يخش فيه الهواء تبقى مادة رفع برضو معايا، وتبقى الكيكة معايا عالية. وهنزل بقى بالخليط كله كده، وهقلب بالمضرب اليدوي. بصوا الخلاط فيه شوية سكر، هحط عليه حوالي 3 معالق من السيفن اب، وهحطهم فيه على الخليط. هجيب المضرب كده اليدوي وهبدأ اضرب كويس. هي عجينة لا سايلة ولا تخينة، عجينة الكيكة زيها زي عجينة الكيكة العادية بالظبط. قلبي بقى المكونات كلها مع بعض كويس. او شايفين بقى شايفين القوام اهو، شايفين القوام عامل ازاي، لا هي تقيلة ولا هي سايرة قوي. بعد كده معايا بقى صينية مدهونة بالزيت،
مدورة، صينية مربعة، صينية زي ما انت حباها، مربعة مدورة زي ما انت حباها، مقاس 28. هي دي الصراحة مش عارفة مقاس كام، بس هي اللي انا جايباها اللي هي الوسط في الصواني الازاز. هبدأ بقى هنزل المكونات بتاعتي. وكانت عندي الفرن شغال على 180 مسبقا، انا بجهز في الكيكة. ادخلها بقى الفرن هي وسخنة، الفرن لازم تبقى سخنة، مجهزة الفرن قبل ما تبدأي في الكيكة. ادخلها في الفرن، هتقعد حوالي معايا 25 دقيقة، وبعد كده هنشوفها لما تطلع مع بعض هنعمل ايه. كده شايفين عالية، شايفين ما فيش بيض، ما فيش مادة رفع غير الربع المعلقة صغيرة البيكربوناتو والخل، بس هو مادة الرفع ده. فبصوا بقى الكيكة عالية معايا وهشة، وبجد كانت روعة. هبدأ هعمل ايه، هسيب الكيكة تبرد خالص تماما. هبدأ معايا هعمل اللي هسقي بيه الكيكة. ما هحط 3 معالق من السكر، معايا بقى 1 نسكافيه بلاك، ومية سخنة مغلية، وهحطهم بقى واقلبهم علشان هي دي اللي هسقي بيها الكيكة بتاعتي. وهسيبها لحد لما تبرد خالص، الكيكة تبرد والنسكافيه البلاك ده يبرد. هسيبهم بقى الاتنين على جنب لحد لما يبردوا. وكنت مجهزة كريم شانتيه، طبعا كلنا عارفين ازاي كريم شانتيه بنعمله. كوباية كريم شانتيه عليه كوباية من المية الساقعة المتلجة، او كوباية لبن ساقعة، بس علشان احنا طبعا عاملينه صيامي فعملته كريم شانتيه، عملته بايه، بالمية الساقعة. هنا بقى بعد ما بردت خالص والنسكافيه البلاك برد، بدأت ان انا اخرم الكيكة بتاعتي، وبدأت ان انا اسقيها بالفرشة كده. طبعا مش هتاخد الكمية كلها، والباقي الحمد لله انا شربته. بس كده نزلت بقى بالكريم شانتيه اللي انا عاملاه. زي ما قلت لكم كريم شانتيه اللي هو الخام، من غير لبن ولا اي حاجه، بميه ساقعه، كريم شانتيه خام. فعملته، وبعد كده دهنت بيه، فردت على الوش كده. ولو حابه تحط عليه معلقه كاكاو، تضربي معلقه كاكاو بالميه، وبعد كده انزلي عليها بتبقى حلوة خالص. وعملت صوص شوكولاتة، طبعا كان حلو خالص. عملت صوص شوكولاتة صيامي وحطيته على الوش، بجد كانت روعة. لو عاوزين تعرفوا عملت صوص الشوكولاتة ازاي بقى اكتبولي في الكومنتات. طبعا صوص الشوكولاتة خفيف زي ما احنا شايفينه، علشان كان عندي شوكولاتة قليلة، فما كانش عندي شوكولاتة كافية ان انا هتقل بيها ايه الشوكولاتة. كان ينفع ان انا احط عليها كاكاو، بس انا قلت استكفى بيها طبقة خفيفة كده حلوة. شايفين هشاشة الكيكة من جوه، بجد الطريقة سهلة وبسيطة. يا رب تعجبكم، ما تنسوش تدعموني لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان خاطر اوصلك كل جديد. بصوا بقى مش قادرة اقاوم، كان بجد طعمها حلو خالص خالص. ايه رأيك فيها يا فيلو؟ حلو. كلمهم، ايه رأيك فيها؟ حلو. كلتها كلها. عايزه اه. اقول لكم بجد مش مخلين حاجه فيها. ما تنسوش بقى اللايك. يلا باي.